انت عارف طبعا مش جايبها عشان خاطر نغني مع بعض، لانك اكيد سمعتها وعندك حاجه من الاتنين، يا اما بتحبها وفرحان بيها وزايد بيها، يا اما مش طايقها وبتكره نفسك كل ما بتسمعها. المهم مش هو ده الموضوع. الموضوع ايه بقى؟ ان الاغنيه دي اصلا معموله من 3 سنين بالظبط، وتقريبا صاحبه الاغنيه اللي هي اسمها نورين شيرتها في الميموريز كده. فاول ما شيرتها في الميموريز الاغنيه طلعت ترند، وبقت ناس كتير جدا بتعملها وبتقول بسبسه وبتاع والساوند اتعرف. والاغنيه مثلا الصبح انا شفتها على اليوتيوب كانت 200,000، دلوقتي 260,000. اتوقع ان هي ممكن تعدي المليون و2 مليون فيو عادي على اليوتيوب، رغم ان هي اصلا نازله من 3 سنين. ومصيرها ممكن يبقى زي مصير اغاني كتيره جدا قبل كده مغنيينها كانوا عاملينها بس ما كانوش مشهورين وما كانوش معروفين، لكن ناس مشاهير على التيك توك عملوا الاغنيه دي، الناس عرفتها دخلت عليها ودلوقتي بقيت اسمائهم كبيره خالص خالص. هم اللي انا عايز اقوله لك انك تفضل مكمل في المحتوى اللي انت بتقدمه او في الشغل اللي انت بتعمله او في اي حاجه انت شايف نفسك فيها، افضل كمل فيها حتى لو مفيش نتيجه، حتى لو انت بتعمل حاجه تافهه برضه مفيش مشكله. وخليك واثق ان هيجي اليوم اللي هتلاقي التعويض من ربنا جالك، حتى لو كنت بتعمل حاجه ملهاش اي 30 لازمه. اتاكد ان ربنا هيعوضك بس في الوقت المناسب.